ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تبقوا بخير، كل سنه وانتم طيبين. النهارده هتكلم معاكم على اغنيه بقى سلطان الجديده، اغنيه الجو ولع لسه نازله كده بقى حبه حلوين. يلا بينا. اغنيه بقى سلطان الجديده، اغنيه الجو ولع. الاغنيه من كلمات باسم عادل ومن الحان محمد يحيى ومن توزيع وسام عبد المنعم. الاغنيه انا سمعتها حوالي 3 4 مرات، يمكن المره الخامسه كمان، ووصلت للمره السادسه عشان اتاكد انا اطلع اعمل عليها ريفيو واقول لكم رايي فيها. انا سبق وقلت لكم في الحلقه الاخيره بتاعت اغنيه كدابه بقى سلطان، قلت لكم ان الاغنيه مش من اقوى الاغاني، او شايف ان هي كانت بقالها زمن وجت دلوقتي افتكروها ونزلت اغنيه الجو ولع. انا مش حاسس ان هي قديمه، بالعكس هي رتمها جديد جدا ومقسوم، واغنيه كلها غزل ودلع، وهي بتاعت اليومين دول، اغنيه لانك جديده. بس الاغنيه انا شايف انها مش لاقيه على بقى سلطان، في حاجه كانت مش مظبوطه في الاغنيه. شايف ان اقوى حاجه فيها بصراحه لغايه دلوقتي انا وصلت لها هي الالحان. محمد يحيى راجل يعني ممتاز، يعني لولا محمد يحيى الموضوع كان راح في حته تانية خالص. شايف ان هي لحنها كان حلو جدا ومواكب الاغنيه كتوزيع مش احسن حاجه، سمعت زيها كتير، حاسس ان هي دب. مش ده بقى سلطان. بقى سلطان مستواه الفني وكل الاغاني اللي هو عملها وتاريخه ده كله يستاهل ان هو يعمل اغنيه افضل من كده. شايف ان بقى سلطان الاغنيه دي خيشت منه حبتين، شايف ان هو كان يطلع احسن من كده بكتير. شايف ان الاغنيه ككلمات او موضوع مكرر وانا زهقت منه، كلكم زهقتوا منه تقريبا. الاغنيه على بقى سلطان انا شايف ان ممكن لو اي مطرب تاني كانت ممكن تبقى افضل. بقى سلطان حرام الصوت الجميل ده، الحنجره الحلوه دي، تغني اغاني من النوعيه دي، او مش من النوعيه دي، من الاغاني اللي هي رتمها السريع جدا جدا. ما كنتش حاسس بقى سلطان فيها، كانت فيها غزل زياده عن اللزوم، حاسس ان هي كانت مأفوره شويه. الاغنيه دي بالنسبه لي شايف ان هي هتبقى من اقل اغاني بقى سلطان. انا شايف ان من ساعه لما راح مع روتانا وهو اقوى حاجه عملها دلوقتي عجبناكم، كانت مختلفه وكان كلامها جريء، وكانت بها سلطان كانت معاه جدا ولايقه فيه. لكن الاغنيه بتاعت كدابه مثلا، اخر البوم سيجاره، لما انا طلعت عملت لكم عليها ريفيو، هبقى اسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكريبشن. انا شايف ان هي كانت اغنيه ضعيفه جدا. اغنيه الجو ولع جه نزل بعديها اغنيه بكام يوم، جيت ادخل اسمع الاغنيه مره مش حاسسها، جيت اسمع الاغنيه تاني لقيت ان هي مش عارف، مش معلقه معايا، مفيش حاجه راكبه معايا غير شويه لحن من الاغنيه. اوكي ماشي، لكن كالاغنيه كلها باكج على بعض ما كانش افضل حاجه. شايف بقى سلطان يعمل افضل من كده بكتير، بقى سلطان في حته تانية خالص، يعمل شغل افخر واقوى من ده. الاغنيه كانت كريتم سمعت زيه كتير مقسوم، الاغنيه كلحن كانت كويسه من محمد يحيى، مش اللحن الواو، هو ودى اللحن في حته كويسه، لكن برضو مش ده اللحن اللي انا كنت مستنيه. شايف ان الاغنيه كلها على بعض كانت عايز تطلع بشغل افضل من كده، يكون في شغل اقوى من كده لبقى سلطان الفتره اللي جايه. وانا منتظر بقى سلطان من الفنانين الكبار واللي انا بحبهم جدا شخصيا، وانا بيك فان لبقى سلطان، لكن الاغنيه دي يطلع افضل ويطلع احسن من كده. انا بتكلم معاكم بصراحه احسن ما اطلع جامد واقول لكم الاغنيه دي احسن اغنيه في العالم كله. طب وبعدين؟ ما انا لازم اتكلم معاكم في وجهه نظري المتواضعه اللي انا شايفها. يمكن انت معايا في وجهه نظري، يمكن لا، برضو انا بحترم راي كل الناس، كل واحد يسيب رايه في الكومنتات، تقول له الاغنيه كانت عاجباك ولا ما كانتش قد كده. وانا بشكل عام شايف ان الاغنيه كانت اقوى حاجه فيها الالحان، كلمات والتوزيع كانوا على قدهم شويه. شايف انها اغنيه مش اقوى حاجه لبقى سلطان. وده اللي كان عندي النهارده. لو انت لسه جديد وتشوفني اشترك وفعل زر الجرس واعملوا لايك عشان اكمل في المحتوى اللي بقدمه اكتر واكتر، وشارك في كل مكان لكل اصحاب قناه، ما تنسوش. اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد. شكرا.